يا مساء الخير والعافية حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ شلونكم بنات؟ نبدي الفيديو الصلاة على محمد وآل محمد. اعذروني بنات على الفترة مدى انزلكم فيديوهات مجاي اتفاعل وياكم بنات. ايدي كلش مريض والله، اكثر من دكتور وديته اذنه كلش، عنده التهاب بالاذن الوسطى وعلاجات وإبر صبح وعصر. المهم بناتي أنا خابرتني حماتي قالت يا مشتهية زوري. بنات احنا نسميه زوري، بعد بغير المحافظات وبغير البلدان يسمون تسميات غير شي ما نعرف. المهم بس اني اسميه، يعني احنا نسميه زوري. لان هذا الزوري بنات اذا مو لما واهس مستحيل ناكله، لا اني ولا حتى بنات. من اروح لاهلي من يجنح مواتي احنا نسويه، لان الا لما واهس يصير اكلته طيبه. المهم هنا نبدا انظف بيه. قلت لها خابرتني قالت مشتيته، قلت لها بشرون هماتين ضايجه متكئبه من ايليا، لان تعرفون اذا عندكم مريض معناته انتم مرضى. قلت والله انا طابه باكتئاب كلش من وراء ايليا، تعاي هلا بيج. المهم جتي هنا دا انظف بيه، غسلته. شوفوا هو ما اعرف، اعتقد ابياح يسمونه. وهنا أنا سويته وسهمنا وسهمكم الف عافيه. ونحب نعزي شهداء الكوت، يا ربي يجعل مثواهم الجنة ويصبر امهاتهم ويصبر اهاليتهم. هلا بالناس، يعني مو خطأ صغير تروح هيك أبرياء بنات. والله العظيم هسه احنا منطقتنا 3-4 هماتين مولات كبار، مو دكاكين، مو يعني محلات صغيرة، مولات هم ناس صارف عليها آلاف مثل ما يقولوا الدولارات. وهم احترقن بسبب الكهرباء. والله يومية كل ساعة جايني ماما احترق هيجي ماما. قلت لهم شكو؟ قالوا كهرباء. قلت لهم شو يعني الكهرباء؟ بس فهمون يعني انتو المهندس من تيجي تهندس مثل ما نقول بيت او تهندس عمارة او تهندس مشروع كبير، يعني هلا مو خطأ صغير هاي الناس كلها تروح على خطأ كتير صغير. شوفوا ايش تحكي شو تقول والله ما اعرف. المهم يجعل مثواهم الجنة يا ربي ويصبرهم الصبر. سيدة زينب بناتي أنا تعرفون كل ورا السمك أكلة السمك لازم أكو حملين نقطة ما قبلين والسبب بيع وفي احنا نشتغل. قلت لا والله بس يلزمني يعني إيليا كلش مقيدنا هاي الفترة، ما مخليني أقدر يعني أسوي أي شي. بس يبكي وتعرفون الإذن احنا الكبار ما نتحمل وجعها، مو هو صغير وعنده الالتهاب يأذي. قلت والله لازم إيليا ما كان علاقة. هسه أنا كاملة كليته، وفعلا هي خطية واحدة ساعدتني شهودة ورتاج، واحدة ساعدتني واحدة لزمت لي إيليا. المهم هنا دا أغسل بالمواعين. شلونكم بنات؟ شخباركم؟ شكو ماكو؟ والله وهاي يعني ورا السمك اخذته طبعا مو بيومها، لا ثاني يوم اخذته لموسى بن جعفر. يعني ذاك اليوم رحت موسى بن جعفر ويا اهلي بنات، ما اخذته وياي إيليا لان كان نايم ودين الليل، ما حبيت ازعجه، خليته يم ماما. وقلت له لا والله ما ضل مريض وانا متكئبه وضايجه. قلت له راح اروح موسى بن جعفر. طبعا رحنا وحتى فتحت لكم هناك بث بدكم تدعون الما زاير الما طالع. تعرفون اكو ناس محافظات اكو ناس دول يعني ما تقدر تجي ظروفها تحكمها. والله بنات فتحت لكم بث حتى تدعون. المهم بس اليوم لا زين شوية اهون إيليا. دا اضرب أبر صبح وعصر. هنا دا امص بالمواعين. شوفوا بنات هذه القلاصات مال الجبن راح عندنا درازن شقد تنطيت من عندي. احب هذا الجبن يعني اللي بداخله في القلاصات، يصير عندنا كل هوايات تجي انطيها. يا تجي انطيت شو هنا يتفاجئين يقول شو هالقلاصات؟ قلت لا ما اشتري هذا الجبن احبه. في القلاصات تصير عندي كل هوايه وين اوديهن فانطي من عندهن. هنا بنات غيرت هاي السله، خليت هاي السله هاي الاستعمال يعني شو مثلا هذا لو جو من ايدي اخليهن. هنا سويت حمله على المطبخ. شوفوا هاي العلب يعني نحتاج مثل شعرية بهارات شاي
دهن، شكر، ملح، يعني جوين. هذا بيض قاصر وزاهي أكيد، يعني ضروري لازم حملة. هن ظلن يحجون علي لا من ورانا ومن ورا السمش ردنا كتين يابا وعايشين على شغل شد من وراكن. كتين أنا تدرين بيه كل ما أسوي سمك أني أسوي حملة، وهاني هم صار لي كم يوم يعني كم يوم ورا إيليا مريض مالي يعني شو مثلا أنظف سطحي مو ذاك شغلي، لأن هو يبكي ويصرخ وما يريد أحد، ووعى هو يريدني إلا أنا كان صغير لا عادي أخليه بيد أخوته بيد عمتي. هسه لا وعى علي فظل يبكي اي، فما أكثر بي أني شو مثلا أسوي بس اللي أقدر له. لا هنا لا أخطي من لزمني، لا نظفت مثل من كل خاطري. شوفوا هنا خليته المعلمة، شوفوا هنا زوجي الله يعطيه العافية قلت له شيلي الوردة، خليت غير وردة بنات. هنا ما مطت كلش هذا البخور كلش ريحته طيبة تجنن، بس فتحته شوي سديت لين إيليا ممكن تكون متنق ومريض، فما أخلي أي معطرات يمي، بس لين سمج خليت شوي وراح أطفيه. والله كلش طيب. قلت له ماما شنو اسم العلبة مالتك؟ قالت ماما لا أنا ما أجيب علبة تجيبيش يعني شلون مكيس من بالسوق، ما أعرف شنو هي، ما فهمت شنو هي قالت لي أصلا. هنا شوف بنات شوي وسديت لين ما أقدر أطول بالبخور وإيليا مريض. وهنا خليت كل شي المعلمة، قلت عافية والله زين جيت أنا ونقضتني لزمت اللي إيليا، غيرت هاي البردة. شوفوا خليت كل شي مرتب وكل شي نظيف. وآخر شي أكلنا موطات. يلا حبايب قلبي أشوفكم بخير، باي باي.